بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده إن شاء الله هنتكلم على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري. زي ما قلت لحضراتكم إننا هنجيب الماتش، وأول حاجة أعرفكم إن الماتش هيتذاع على القناة بس مباشر في توقيت الماتش اللي هو الساعة 6. طب إحنا عايزين نسمع التلفزيون، إحنا معناش نت والباقة بالعربي كده مقشفطة والدنيا بايظة في الظروف اللي إحنا فيها دي. هنعمل إيه؟ تعالى معايا. كل اللي عليك الماتش هنسمعه لك في البيت زي ما قلت لك. كل اللي عليك هتجيب بنه، البنه ديت ليها وشين زي ما حضرتك شايف. انا الفيديو هيطول بس عشان ما تتوهش معايا. البنه ديت هتبقى لها وجهين شبه ما انت شايف كده. هنعملهم ايه؟ كل اللي عليك هتجيب سلك الدش اللي جاي من الطبق عادي جدا، سلك دش. تمام؟ البنه دي ب5 جنيه، هتقول له بنه دكر. تمام؟ اول وجه في البنه اهو هيخش في السلك وتربط عليه زي ما حضرتك شايف كده. او خلاص مش حاجه. طب وبالنسبه للسلك المتوصل في الدش، الجنب التاني متوصل في الطبق هناك، هتخلعه. تمام؟ وهتشيل ده منه. تمام؟ وتيجي جاي مقشر منه حوالي 2 سم وتربطه في المسمار او في قاعده الطبق. اظن كلامي واضح. تمام؟ طب الجنب التاني احنا اظن خلصنا من الجنب اللي هناك. الجنب التاني كل اللي عليك تعالى كده معايا. الجنب التاني هتيجي جايبه، واضح؟ في الجنب ده وهتيجي مدخله هنا، يبقى كده توصل في الجنب اللي على طول اللي جنب بتاع الدش العادي بتاع القمر الصناعي. هيتوصل في جنب اهو زي ما هو اتوصل وتمام كده معايا. طيب تمام، سيبوا شاشتنا زي ما هي، نجيبوا الريموت كده. شاشتنا زي ما هي متوصله من الجنبين كده. انت تمام عملت التوصيلات ديت، يبقى انت ماشي صح معايا. هتخش على اول حاجه الترس اللي في اي ريموت، هتخش عليه. تمام؟ هتخش على جميع الاعدادات، هتخش على تركيب الطبق او القنوات. في معظم الشباب هتلاقي الشاشات هتلاقيه يا التركيب العام يا القنوات. هتخش على القنوات شباب ما عندي، تخش على توليف القنوات واعدادها. تمام؟ زي ما انتم معايا كده. هنا اول حاجه تعمل وضع البرنامج عايزه شغال ايه؟ اكيد احنا عايزينه هوائي عشان هنشغله القناه تايم سبورت. مش ما تسيبش علامه على القمر الصناعي ولا على الكابل زي ما انت على الهواء. انا عامل علامه على الهواء اهوت، خلاص على الهواء. هتطلع فوق على التوليف التلقائي، توليف تلقائي. تمام؟ برضو نفس النظام، العلامات ما تبقاش غير على الهوائي زي ما حضرتك شايف كده. تيجي عامل التالي بحث رقمي اهو. ده ده لازم يبقى حاجه ميزه في شاشتك لازم تكون سمارت عشان تجيب لك الصوره فول اتش دي. تمام؟ الشاشه طالما سمارت هتجيب لك صوره ولا اروع ولا اجمل منها، كانك قاعد بتسمع الماتش من بين سبورت ذات نفسها. تمام؟ وهتيجي جاي عامل التالي، هتيجي تحمل معاك زي ما حضرتك شايف كده. هتحمل معاك وهتنزل القناه. لو ما نزلتش احنا نطلع عشان ننزلها، انا اوريدي منزلها، فهنطلعوا عشان القناه تبص عندي. تمام؟ هنطلعوا القناه ما نزلتش عندي. طب نعمل ايه؟ هنخش على التوليف اليدوي تخش عليه هواء التلفاز الرقمي. اهم حاجه الرقمي، ما تعملش التناظري عشان الجوده تطلع معاك باحسن شكل. تخش على هواء التلفاز الرقمي، تيجي هنا التردد. اول حاجه التردد اللي هنا هتعمله 32. خليك معايا وخطوه بخطوه وشغل الفيديو وانت بتعمل عشان ما تتوهش مني. خليه 32. انا بعمل لك كل الخطوات في مره واحده عشان ما اقولكش جزء تاني وفيديو تاني. تمام؟ التردد هتخليه زي ما هو. تمام؟ وتيجي اعمل بحث. اول ما هتنزل معاك القناه هتنزل معاك شغاله. تمام؟ والماتش هيتذاع عليها. ويا رب اكون فدتكم حتى لو بمعلومه واحده. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.